السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا عايزة اعمل معاكم القرنبيط النهاردة بطريقة تحفة، هتخلي اللي ما بيحبوش يحبه. اهم حاجة نظبط مية السلق بتاعته وطريقة السلق بتاعته. يعني المية دي انا حطيت فيها نص كوباية خل وملح وكمون. نظبط الطعم في السلق وما يغليش، يعني يبقى المية والع عليها النار ويقعد فيها 10 دقايق من غير ما تغلي. شوفيه مستوي ازاي. العروق بتاعته بحاول اقسمها يعني تبقى رفيعة كده. شايفين العروق رفيعة ازاي؟ طريقة الغلي على الهادي دي او التسوية على الهادي بتخليه ماسك في بعضه، وبتخلي سوا جوه زي بره، ما يبقاش مجلد، ما يبقاش مهري. يعني بتظبطه جدا، ما تغليش المية عليه خالص. هنا هجيب كوبايتين مية مع الدقيق حسب الكمية، وهقولك تعملي اختبار ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتعملي الاختبار بعد ما تخلصي الخلطة ازاي. هي هنا دلوقتي بالشكل دوت. طب انا لسه هحط النشا حوالي نص كوباية نشا. النشا ميزته ان هو بيخليه يتغلف اكتر، يمسك اكتر، يقفل المسام بتاعته. هنا التوابل بتاعتنا: كركم، ملح، كمون، فلفل اسمر، بودرة بصل بودر. الحاجات دي بحطها عليه وبظبط الطعم بتاعه، بقلبه كويس جدا. وكمان الخضرة بتاعته تكون الغالي فيها الكزبرة والشبت. البقدونس يبقى اقل شوية. الثوم يكون الافضل، يعني اكون يبقى توم لسه مدقوق، مش مثلا متشال في التلاجة، ولا يعني الأحسن يكون كده. بحس انه بيظهر اكتر ويدي طعم وريحة احلى. الخضرة على حسب الكمية اللي انتي عاملاها. بيكنج باودر بيديله تغليفة برضو حلوة، وما يخليهوش يبقى ماسك في بعضه. بيحفظ الخلطة اللي انا بعملها كأنها عجينة متغلفة. هنا بقى الفيجيتار انا جايباه بارد. افضل انك لما تجيبي الفيجيتار بجد اللي من عند العطار، اللي هو يعني استخدمه على طول، احسن من الجاهز. وانتي زودي لو عايزة تحطي شطة، حطي جزء شطة وجزء التاني خليه بارد زي ما تحبي. ولو عايزاه كله حار اشتري حار. انا هنا جبت كمية حطيت عليها شطة، وحطيت عليها معلقتين بقسماط. الافضل ان يعني لو كوباية فيجيتار يبقى عليها مثلا 3 معالق بقسماط. براحتك على حسب الكمية اللي عندك، بس الافضل ان الفيجيتار طعمه يبان. طيب انا هنا بطلعه ازاي بقى؟ الاختبار هنعرفه وانتي بتطلعي القرنبيطة كده من الخليط بتاع العجين ده، وتكون متغلفة كويس. يعني مش هاجي اطلعها الاقيها كأنها لسه مسلوقة، لا، يكون مغطيها. ولازم اصفي ثواني كده، ايد في الفيجيتار وايد في الخلطة بتاعته. الثواني دي علشان ما يعني ما يتعجنش مني. انا مش محتاجة انه يبقى غرقان في الخلطة. اول حاجة عشان ما يحرقش الزيت، وكمان هو متبل كويس، طعمه متظبط في السلق بتاعه. شوفي بعد لما اعمله كده مفيش اي حاجة، ولا بيخر ولا حاجة، متغلف كويس. الزيت مش شرط يغطيه ويبقى غرقان. وبعدين عايزين نغير الطاسات بتاعتنا لو كبيرة، لا هنعمل حاجات صغيرة عشان ما نستهلكش الزيت كتير وما نستعملوش مرات كتير، لان الكمية الكبيرة هنستخسر نرميها. والنار تكون عالية. هو مستوي متظبط كويس يا دوبك. شوفي لونه كده حلو. الكركم ما بيغيرش الطعم ولا اي حاجة. الكركم صحي جدا ومفيد في الاكل. اي اكل تقدروا تحطوا عليه حلو جدا. طبعا انا بطلع دايما القرنبيط بطلعه، او اي قلي بعمله بطلعه في مصفى. اولا يتصفى كويس من الزيت، بس ده ما كانش فيه زيت خالص بصراحة، كان حلو جدا. وكمان يتهوى فيبقى بيقرمش.
بجد كان مقرمش، طعمه كان حلو جدا، مفيش فيه اي زيت ولا حاجة. لو لسه معايا ياريت تعملوا لايك واشتراك وتشرفوني بتعليق. اتمنى الفيديو يعجبكم، لو عجبكم قولوا لي رأيكم. انا كنت بخبط كده بس للاسف الصوت ما طلعش، علشان ابين لكم ان حتى بعد لما برد صوته بيقرمش، صوته يعني فيه صوت ومفيش زيت، وبجد الطريقة تحفة. الطعم من جوه مش زي ما احنا عارفين يبقى كأنه مسلوق، لا الطعم من جوه متبل حلو جدا. والسلام عليكم.